لا عقيلي من العمام. فرساله لعقيل وتحديدا للعمامنه عقيل الذيابات، وبالاخص بيت عبد النبي العلوان. هذا الزلمه زلمتكم وعقيلي من الذيابات، وصار له فتره هنا. وهذا اولا محسوب على عقيل بصوره عامه، ثانيا بصوره خاصه محسوب عليه عقيل الذيابات. الرجال صار له سنين هنا مشلول وتعبان. وهاي بالله وخر عدوي. هاي هنا بالميدان، هاي بالساحه الميدان، هاي قدامه وخر بالله ساحه الميدان. وهذا زلمتنا، وحي الله عقيله اولاد عامر. والنخوه عربيه، ما نريده يبقى بهذا الحال، لان اليوم انا حكيت صار لي هواي مختفي من الشاشه، فاليوم انجبرت واضطريت اطلع واسولف بالاعلام، فما اريد ننزل مقطع اقوى. الى ابناء عمومتنا عقيل بصوره عامه وبصوره خاصه، الى عشاير الذيابات وتحديدا بيت علوان، لان يعتبرون الشيوخ عقيل الذيابات. فهذا الزلمه تابع لكم مره ثانيه، احنا حكيناها وهسه راح احكي اكد عليها. هذا الزلمه تابع لكم، وهذا الزلمه بالميدان. فاليوم اجينا نمشي بالميدان ولقيناه هو ويا 2 ولد، العفو زلم كبار يعني بالعمر. فواحد من هذول الزلم الكبار بالعمر صار علينا قال ممكن واحد يساعدني ب1000 دينار، فرجعنا عليه اعطيناه 1000. فقبل فتره اكو ولد عقيلي، العفو اكو ولد زبيدي، قال لي كرار اكو ولد عقيلي ترى حاله حال المتسولين بالشارع ذابته عقيل وبالميدان. فالمهم تذكرت هذا الموقف فسالته، قلت لهم منو بيكم عقيلي؟ فهذا الزلمه رد علي قال انا رجال عقيلي ومن الذيابات ومن الجدول تحديدا. فصورت هاي المناشده وقلت خلينا ننشرها، لان شفته كامل قواه العقليه، لا مختل عقليا ولا من الناس اللي ساكنه بالميدان اللي الناس تشرب. فهو رجال فقير ومبين من اهل الله ومبين اهله. انا ما اريد احكي حكي خشن. فعلى العموم هذا الزلمه قلت لك يخصنا كل احنا، وبالذات يخص عمامه الذيابات. فتقول حال، لان موقف انساني. اذا مو عقيلي، اذا ما تربطكم بيه روح ونفس عقيليه، خلي تربطكم بيه مساله انسانيه ولموه وشوفوا له حل، لان الجو بارد وصار له تقريبا بالسنتين انا من سمعت بهيك موضوع. بس اليوم انا من افتريت بالميدان وسالت فالله جابه. فارحموا ما بالارض يرحمكم ما بالسماء. وهلا هلا باولاد عامر، ونريد ما نناشد مره ثانيه وزحمه وعيب، نريد مننا وتنتهي. كون باكر عقبه ورا المنشور هذا نسمع جايين جماعتنا للميدان وشايلينه من الميدان ومرجعينه للجدول، ومرجعينه بنص عمامه ومغيرين مظهره. هاي القمصره سعرها 5000 دينار اللي ما تسوى، كون هاي ما موجوده عليه، ودشداشه من هذني ما تكلف لها 10000 ومزينه محلقينه ب5000، يعني ب15000 يطلع شيخ ويطلع معدل، يطلع احلى من هاي الشيوخ اللي بس تاخذ صور وبس تنشر ونصها باطله. فارجع اصل بالموضوع، هذا الزلمه زلمتكم وما نريد نكرر ونعيد ونفرضه فرض. هسه انت تقول جاي تهدد بينا، اي عم هدد فرض هذا، لان زلمتكم الزلمه زلمتكم وزلمتنا وتحديدا الكم وزحمه. نعيد منشور ثاني، فنريد نفخر ونفتخر بهذا المنشور، نقول نشرنا هيك منشور، وثاني يوم اجت عقيل هنا شالته من الميدان وطلعته من بغداد كلها ورجعته الى الناصريه وللجدول اللي يسمى عاصمه عقيل. يلا وخل تجي عقيل الشيله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.